قصدي شعبنا العربي في تونس وفي مصر وفي كل مكان عربي عنده نماذج أرقى من هذين النموذجين. احنا عاوزين نموذج ديمقراطي فيه انتصار للمستضعفين، للفقراء، للعدل الاجتماعي، للتنمية الشاملة اللي خيرها يتوزع بالعدل على الناس. مش عاوزين صدقة من حد، لا الجماعة ولا حزبها. احنا مش منتظرين فقراء المصريين، مش منتظرين إزازة زيت وكيلو سكر، منتظرين حقوق مش صدقات ولا منة يتبعها أذى. إذا كان سيد المرشد يعني ما يقول ولعله كذلك وأدعو الله أن يكون كذلك، وكنت أحسب كل من في الجماعة من قبل كذلك ولم أعد، إذا كان يريد ذلك فنحن نريده من قبله. إذا كان بيخادع فربنا هينصرنا على كل خداع، لأن الشعب المصري لن يخدع. الشعب المصري شعب مسالم بطبعه، بناء بطبعه، بيزرع أرضه من الفجر لحد العشاء، لأنه شعب جلاب للخير وولاد. ثق، والحديث موجه للسيد المرشد، إن كل خلاف سياسي معكم هو لوجه الله، وإننا لا نختلف معكم في الله ولا نكرهكم، وإنما نختلف ونكره استبدادكم والملك العضوض اللي انتوا عاوزين تبنوه على حساب التنوع الجميل في مصر اللي انتوا عاوزين تخلوها لون واحد ما يعبرش عنها. وموقفنا منكم ان انتوا على خطأ ونحن على صواب. احنا بنحبكم في الله ونخاصمكم في مصالح عباد الله، لأن مصالح عباد الله في مصر مش بالسياسة اللي انتوا بتعملوها، ولا بالطريقة اللي بتديروا بها البلد، ولا بكل الموبقات اللي ارتكبتها السلطة وعلى رأسها واحد ينتمي إلى جماعتكم حتى الآن. إذا استمرتوا في هذا الطريق هنستمر ضدكم، وأقسم بالله العظيم انتصارنا للثورة ووفائنا لدم الشهداء وحرصنا على ان البلد دي تاخد مكانتها اللي تستحقها وانسانها يعيش بكرامة تليق بيه هو امر لن نفرط فيه ابدا، مقتدين برسول الله عليه الصلاة والسلام اللي قال لعمه ذات يوم اما حاول يرجعه عن الدعوة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه. دي روح الثوار في مصر، دي روح الشعب المصري، وأنا جندي تحت قيادته. فيا سيادة المرشد ويا دكتور محمد مرسي، موقفنا منكم بوضوح كده كلمة يعني في الخلاصة، ولشعبنا أن يعلم إن إحنا سنستمر في وجه أخوانتكم للدولة واستيلائكم عليها حتى تعودوا إلى رشدكم، إلى ما يرضاه الله ورسوله وعامة هؤلاء المصريين مسلمين ومسيحيين. وأنا بتذكر واقعة دالة جدا وبليغة ومختصرة قوي عن أحد الخلفاء جاله شكاوى على كتير من والي، فاختصر الأمر في جملتين بعتهم له وأنا بوجههم لمحمد مرسي. قال له: لقد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. دي خلاصة الموضوع. الشكاوي كترت من السلطة دي ومن الدكتور مرسي، وهو قدامه حاجتين: يا يعتدل يا يعتزل، والشعب أقوى منه وإرادته غالبة بإذن الله. هذا ما نوقن فيه. إحنا لن نكون في حالة قطيعة مع أي مصري عاوز الخير لهذا البلد والحقوق لأهلها، ينهي المظالم ويقيم دولة الثورة بالأهداف اللي اتفقنا عليها. ومش هنكون أبدا ولا في أي لحظة
مروجين ولا شهود زور نقول للقبح أنه جمال. طيب، بالحديث عن ازازه الزيت